الو. اشغله. لا اخرجوا انتوا كله برجر، انا مش هخرج النهارده. من هنا الراجل ده حب يبين لنا ان هي حياته صعبه جدا لدرجه انه ماسك موبايل سامسونج موديل من 2013 و2014 تقريبا. مين ده؟ ايه الاطرش اللي بره اللي ما بيردش ده؟ استنى جاي لك يا عم اللي مش سامعني. دي الليله السوداء. ايه ما خرجتش مع الشباب تاكل برجر ليه؟ ما عندكمش عشاء في البيت بتاعكم وجاي تاكل عندنا يعني انتوا ولا ايه بالظبط؟ بطمن عليك، ممكن اخش؟ اتفضل طبعا. ايه بقى ما جيتش تخرج معانا ليه؟ والله كنت عايز اصور فيديو ان انا مش عايز اكل برجر معاكم بصراحه يعني. على فكره مش عيب تقول ان انت معكش فلوس الفتره دي. ياه هو انا بقيت فقير خلاص عشان خاطر مش هاكل برجر معاكم؟ مش لازم ناكل برجر من بره، ممكن ناكل بيض وجبنه من جوه عادي يعني. انا الفتره دي مش هتبسط فيها. إيه؟ يا صاحبي انت متاكد انك مش هتنزل عشان ما تاكلش برجر، ولا انت في حد ادالك خازوق في حياتك وانت مخبي علينا؟ بس فهمني عشان اصل انا مش فاهم انت في ايه مالك يعني. علاقه الانبساط بالفلوس والاكل من بره يا عم قصدي كله هو علاقه الانبساط بالبرجر. الو سوبر ماركت، اتفضل يا فندم معاك كامل اوردر. عاوز قطعتين برجر واتنين عيش وجبنه وكاتشب. يا فندم ما حضرتك ما حددتش ايه كميه الجبنه ولا ايه كميه الكاتشب، ولا انت بتكمل هري بما ان الفيديو كله هري اصلا؟ مش هقبل انك تدفع لي على فكره، اكيد طبعا الحساب كله 100 جنيه، انا 50 وانت 50. صاحبي انا مش معايا ال 50 جنيه، لو كان معايا 50 كنت جبت 2 برجر من عند اي حد بيبيع هوهو في الشارع، مش هنستعبط على بعض. الاكل جاهز. اللي بيقول اكل جاهز ده المفروض اللي هو صاحبه اصلا اللي جاي ضيف، فاهم؟ دخل المطبخ وطلب الاوردر وعمل اكل وشويه يطرد صاحبه اللي هو اصلا مخنوق وحده يعني. انت بتعمل معايا كده ليه؟ صحاب ايه غير اللي هم يقفوا مع بعض وينبسطوا مع بعض في الحلو والمر؟ وبصراحه انا كمان ما كانش معايا فلوس اكل برجر مع اصحابي، فقلت اجي اكل معاك برجر. معكش دلوقتي عادي، ما تربطش الانبساط بالفلوس، وبالعكس كمان انت ممكن تتبسط بفلوس قليله، عشان بصراحه كده احنا كلنا معناش فلوس اصلا. واصحابك اللي هم اصحابك فعلا هيتبسطوا معاك في اي حاجه. اصحابك اللي هم اصحابك مش هياكلوا برجر من غيرك، لكن ممكن ياكلوا شيش طاووق عادي يعني.